ازيكم يا جماعة. فيديو جديد. نتكلم فيه عن مشاركة الأندية الإيطالية في البطولات الأوروبية الثلاثة والنظام الجديد للشامبيونز ليج السنة الجاية والمقعد الخامس أو المقعد الزيادة اللي هيتاخد لأحد أندية إنجلترا أو ألمانيا أو إيطاليا. مين هياخد المقعد ده؟ الأول تحية لل 34 واحد اللي عاملين سبسكرايب، لا 32، لأن في 2 صحابي عاملين سبسكرايب مؤخرا أنا ما بوجهلهمش التحية، فتحية لل 32 واحد. ونتكلم سريعا عن اللي حصل في الدور 16. أندية إيطاليا دخلت دور 16 في الثلاث بطولات الأوروبية بسبع فرق، 3 لعبوا في الشامبيونز ليج، 3 لعبوا في يوروبا ليج، وفريق لعب في الكونفرنس ليج. نبتدي سريعا بالشامبيونز ليج. نابولي لعب برشلونة. خروج نابولي في رأيي هو لا يتحمله أكتر من الإدارة. دي لورنتس قلب نابولي أكنه بنفس اللبس كده، أكنه بلدية المحلة أو غزل المحلة في مصر. تغيير 3 مدربين خلال الموسم اللي لسه ما خلص، يعني ممكن العدد قابل للزيادة. عدم تدعيم دفاع نابولي بحد تقيل، مدافع تقيل، بعد ما بعت كيم اللي هو كان أحد أبطال نابولي في الدوري السنة اللي فاتت اللي كسبوه. ما دعمتش أي حد. ثنائية رحماني وخوان سيخيسوس ثنائية سيئة لا تليق بنابولي ولا تليق بشامبيونز ليج. آه، قرار ان زيلينسكي يقعد على الدكه، لا يستبعد من قائمه دوري ابطال اوروبا بعد ما رفض تجديد عقده مع نابولي، هو قرار مش محترف. انت اللي عندك لعيب محترف رفض تجديد عقده وهيروح نادي تاني، استفيد بيه لاخر عقده، خاصه ان انت ما بعتوش. فالثلاث قرارات دول كلها قرارات تعتبر اداريه، هي اللي اودت الى نابولي بالمنظر اللي احنا شايفينه، ثامن او تاسع دوري، خروج من شامبيونز ليج، مفيش بطولات اوروبيه تقريبا السنه الجايه. اتمنى يعني اعاده البيت سريعا في نابولي ورجوع نابولي تاني لمستواه، لان دوت بيقوم الدوري والتنافسيه في الدوري. نروح بعد كده على لاتسيو لاعب بايرن ميونخ. مباراه في الاخر صعود بايرن ميونخ ده شيء متوقع، لكن في تفاصيل الماتشين، ماتش اول اداء رجولي من لاتسيو بيكسب 1-0، ماتش تاني اداء دفاعي محترم من لاتسيو، لحد ما جت نقطه تحول الماتش وهي اهدار ايموبلي لكوره، كوره براسه في منطقه السته، سهله جدا ضيعها، اتردت بالجون الاول لبايرن، اللي بعد كده الماتش فتح، جاب الثاني جاب الثالث، وخرج بايرن وخرج لاتسيو وصعد بايرن ميونخ. وبعدها كمان قرر ماوريسيو ساري ان هو يستقيل من مكانه، يجي عشان يجي ايجور تودور يمسك لاتسيو لاخر الموسم. نروح بعد كده طبعا الانتر خرج من اتلتيكو مدريد، واتكلمنا دوت في الفيديوهات بتاعت الانتر. نروح بعد كده للثلاث فرق بتوع اليوروبا ليج. روما، واداء روما العالمي مع ديروسي اللي هو رجع زي ما بنقول بيلا دي روما، اكتساح لبرايتون في ماتش الذهاب، واداء بعد ما ريح لعيبه كتير اساسيين في ماتش العوده، اداء اقتصادي عشان يصعد روما. لو هقول لك نقطه تحول في اداء روما الاساسيه او في نتائج روما، هي القرار الجريء اللي اخيرا حد خده في روما، وهو ان رواو باتريسيو الحارس البرتغالي الكبير في السن يعني يقعد على الدكه، والاستعانه بزفيلار حارس شاب صربي عنده 24 سنه، قدم مستويات عاليه خصوصا في ماتش العوده بتاع برايتون، شال كور كتير. الأربعة 3-3 بتاعت ديروسي بالانسيابية بالتحول السريع اللي بتخلينا يعني من زمان ما شفناش روما بيروح على الجون ب6 و7 لعيبة. أداء روما أداء جميل، ملعب روما ملعب ولا أروع، جماهير روما التفافها حوالين المدرب واللعيبة. أعتقد روما هيوصل بعيد في البطولة دي، وأعتقد إن روما هيكلل نجاحه إن هو يصعد شامبيونز ليج، خاصة لو إيطاليا خدت المقعد الخامس اللي هنتكلم عنه بعد كده. يجي بعد كده أتلانتا في مباراة متقاربة مع سبورتنج لشبونة. أتلانتا بيخطف سبورتنج لشبونة بفضل سكاماكا اللي هو بيرد على مدربه جاسبريني، ان هو ازاي هو كان بيقعده الفتره اللي فاتت دي كلها على الدكه، وفي نفس الوقت بيرد على سباليتي اللي اعلن قائمه المنتخب وما خدش سكاماكا معاه كمهاجم. علامه استفهام، بس يعني هنبقى نتكلم اكتر في وقت تاني عن قائمه سباليتي للمنتخب. نوصل لميلان. تشوف النتيجة تقول ميلان خرج سلافيا براجا ب7-3، لكن أداء ميلان أداء باهت خاصة في المباراة الأولى. أنت بتلعب فريق مطرود منه واحد جاب فيك جونين، وكان عامل لك إحراج على ملعبك. بس ميلان النقط الإيجابية مؤخرا هو يعني مستوى بوليسيتش العالي مع رجوع لبعض مستوى لياو.
مخلين شكل هجومي اكتر لميلان. بس اداء ميلان ستيل انا شايف ان هو اداء اقل من المتوسط. نوصل للفريق اللي موجود في الوحيد الايطالي اللي موجود في الكونفرنس ليج، وهو فيورنتينا. فيورنتينا بيدوس على الخنازير وبيساويهم بوش الارض، وبيصعد لدور الثمانية كالنادي الوحيد الإيطالي في بطولة الكونفرنس ليج. يبقى عندنا 7 صعد منهم 4، 3 دور 8 يوروبا ليج، وواحد دور 8 كونفرنس ليج. نيجي لنظام الشامبيونز ليج الجديد سريعا. الشامبيونز ليج السنة الجاية هيبقى فيه نظام جديد، عدد الفرق هيزيد من 32 ل 36، فده خلى إن في 4 مقاعد زيادة. في مقعدين منهم متوزعين حسب دعم الفيفا لبعض الأندية والكلام ده كله، وفي مقعدين متوزعين حسب قوة المشاركات بتاعة الفرق في البطولات الأوروبية والنقط اللي بيجيبوها. حاليا دون الدخول في التفاصيل، الترتيب الحالي هو أندية إيطاليا في المستوى الأول، أندية ألمانيا ثاني، أندية إنجلترا ثالث. لحد اخر الثلاث بطولات اوروبيه هنشوف الترتيب دوت. بس المحتمل الاكبر ان ايطاليا هتفضل محافظه على المركز الاول، او يوم ما تنزل هتنزل المركز الثاني. فبالتالي ده بيقول ان غالبا السنه الجايه ايطاليا هيبقى فيه 5 مقاعد مشاركه في الشامبيونز ليج. خبر حلو لمشجعين اتلانتا، بولونيا، روما، لان بعد ما كان قبل كده في واحد منهم اللي هيصعد مع ميلان، انتر، يوفي، دلوقتي لا، غالبا في 2 هيصعدوا. وده الصراحه يعني مكافاه على المستويات اللي بيقدموها ال3 فرق دي السيزون ده. نظام الشامبيونز ليج الجديد سريعا، عدد الفرق بيزيد زي ما قلت من 32 36. ال 36 دول هيتقسموا على 4 ليفلات. كل ليفل هيبقى 9 فرق. كل فريق من كل ليفل بيلعب فرقتين من كل ليفل. خلينا اديكم مثال عشان تبقى اسهل. نفترض انتر في المستوى الاول، فانتر هيلعب مع ماتشين مع فرقتين من المستوى الاول. يعني مثلا ممكن تلاقي انتر بيلعب ريال مدريد، بيلعب سيتي، هيلعب فرقتين من المستوى الثاني، اللي هو ممكن مثلا نقول المستوى الثاني بنفيكا، ومثلا اي فريق مثلا رابع الدوري الاسباني، مثلا ريال سوسيداد او حاجه زي كده. المستوى الثالث، مستوى الرابع. 4 ماتشات تلعبهم على ارضك، 4 ماتشات تلعبهم بره ارضك، مش هيبقى في ذهاب وعوده. يعني ممكن تلاقي انتر بيلعب ريال مدريد في مدريد، لكن بيلعب سيتي في ميلان. بعد ما الدوري ده يخلص، بيبقى في اول 8 فرق دول بيصعدوا مباشره لدور 16. تمام. وبيستنوا 8 تانيين. ال8 التانيين دول هيجوا منين؟ هيجوا من الفرق اللي من 9 ل 24 هيلعبوا بعض ذهاب وعوده ك كنوك اوت، عشان يطلع منهم 8 يلعبوا ال8 اللي هم كانوا اوائل نوك اوت، عشان يطلع منهم للكوارتر فاينل، بعدين للسيمي فاينل وللفاينل وهكذا. والفرق اللي هي من 24 ل 36 دي هتودع البطوله. نظام جديد، ماتشات اكتر من 125 ماتش، هيبقوا 189 ماتش. خلينا نشوف ماتشات قويه كتير بسبب الفرق اللي في المستوى الاول اللي هتلاعب بعض. أم، دي كان كلام سريع عن الأندية الإيطالية، وهنعمل فيديو تاني نتكلم فيه عن القرعة بقى بتاعت ال3 بطولات الأوروبية. عجبك الفيديو يا ريت لو لايك، سبسكرايب، في أي حاجة يا ريت كومنت، وأشوفكم في الفيديو الجاي.